السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين الكرام، طلابي وطالبات الصف الثاني الإعدادي، النهاردة هنشرح الجزء الثاني من غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، دعوته وكفاحه. النهاردة هناخد الجزء الثاني. النوبة اللي فاتت خدنا الجزء الأول، النوبة هنكمل وهناخد الجزء الثاني. النوبة اللي فاتت خدنا المرحلة الثالثة، النوبة هناخد المرحلة الرابعة، عالمية الدعوة ومواجهة من يقف ضد نشرها. ويلا بينا نبدأ، بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يصلكم كل جديد، وما تنسوش الصلاة على حبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد. يلا بينا نبدأ. أول حاجة صلح الحديبية، وده كان سنة 6 هجريا، الأطراف المسلمون مع أهل مكة اللي هم قريش. الأسباب: خرج الرسول صلى الله عليه وسلم في جمع من أصحابه قاصدين مكة لأداء العمرة، وعندما وصل الرسول وأصحابه إلى مكان يسمى الحديبية أرسل عثمان بن عفان إلى قريش ليخبرهم بأنه لم يأتي لقتال، ولكن قريش أصرت على منعهم من الدخول. وتأخر عثمان بن عفان في العودة من قريش، وشاع خبر مقتله، وقام الرسول بمبايعة أصحابه على قتال قريش، وعرفت هذه البيعة ببيعة الرضوان. ولكن سرعان ما عاد عثمان بن عفان، وأرسلت قريش رسلا لمفاوضة الرسول وتوصل الطرفان إلى الصلح الذي أطلق عليه صلح الحديبية. من شروط صلح الحديبية إيقاف الحرب بين الطرفين لمدة 10 سنوات، ويؤجل دخول المسلمين إلى مكة للعام القادم. ومن أراد من القبائل أن يدخل في حلف محمد دخل فيه، فدخلت قبيلة خزاعة في حلف الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أراد من القبائل أن يدخل في حلف قريش دخل فيه، فدخلت قبيلة بكر في حلف قريش. ومن أتى إلى قريش من المسلمين لا ترده، ومن أتى إلى محمد من قريش رده إليهم. نتائج صلح الحديبية: كان هذا الصلح فتحا مبينا على المسلمين، حيث بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم في إرسال الرسل إلى ملوك ورؤساء العالم يدعوهم إلى الإسلام. وبدأت مرحلة نشر الدعوة عالميا، ومواجهة كل من يقف أمام تبليغها ونشر فضائلها بين الناس جميعا. الدروس المستفادة من صلح الحديبية: احترام العهود والمواثيق، وأهمية دور المرأة في المجتمع. نيجي نخش لثاني حاجة، غزوة خيبر سنة 7 هجريا. أطرافها المسلمون ضد يهود خيبر. الأسباب: أراد الرسول صلى الله عليه وسلم فتح خيبر بما تفسر ليأمن شر اليهود وغدرهم، حيث أنها كانت مأوى لمثير الشغب من اليهود اللي هم الذين يحرضون القبائل على قتال الرسول وأصحابه، ومركز للمؤامرات والدسائس والغدر والخيانة. أحداث غزوة خيبر: خرج الرسول صلى الله عليه وسلم في جيش بلغ عدده 1600 مقاتل، وحاصر خيبر. النتائج: انتصار المسلمين بعد استسلام كل حصون خيبر، وإبقاء الرسول على يهود خيبر ليعملوا بالزراعة على أن يكون للمسلمين نصف كل زرع يخرج منها. وظل اليهود بالمدينة حتى أخرجهم الخليفة عمر بن الخطاب من المدينة لينتهي الوجود اليهودي من شبه الجزيرة العربية. الدروس المستفادة من غزوة خيبر: 1. عدم التآمر على الآخرين. 2. التسامح والعفو عند المقدرة. فتح مكة: الأطراف المسلمون ضد قريش. الأسباب: نقضت قريش عهدها مع الرسول وتحالفت مع قبيلة بكر ضد قبيلة خزاعة، وقاتلوهم وهم آمنون مطمئنون.
والأحداث خرج الرسول صلى الله عليه وسلم بجيش بلغ عدده 10,000 مقاتل إلى مكة. النتائج: فتح الرسول مكة دون قتال وعفى عن أهلها، وأتى إلى الرسول رجال ونساء من قريش يعلنون إسلامهم ويبايعونه على عبادة الله. الدروس المستفادة: عدم رد الإساءة بمثلها والتسامح والعفو عند المقدرة. غزوة حنين 8 هجريا. الأطراف المسلمون ضد قبيلتي هوازن وثقيف. الأسباب: أرادت قبيلتا هوازن وثقيف محاربة المسلمين. الأحداث: بعد أن انتهى الرسول من فتح مكة خرج بجيش إلى حنين لقتال قبيلتي هوازن وثقيف، وشعر المسلمون في تلك الغزوة بقوتهم. وصل الرسول والمسلمون إلى حنين فانقض عليهم العدو، فتراجع المسلمون وتفرقوا، ولكن الرسول ثبت وأمر عمه العباس لينادي على أصحابه فاجتمعوا وانتصروا على عدوهم. النتائج: انتصار المسلمين في نهاية الأمر بعد أن كان هينهزموا لأنهم تفرقوا، ولكن الرسول ثبت ونادى على عمه العباس أن ينادي، وأمر عمه العباس أن ينادي على أصحابه. والنتائج: انتصار المسلمين في نهاية الأمر. الدروس المستفادة: النصر لا يأتي بكثرة العدد والعدة فقط، ولكن بطاعة الرسول وقوة الإيمان. غزوة تبوك سنة 9 هجريا. الأطراف المسلمون ضد الروم. الأسباب: إعداد الروم جيشا كبيرا لقتال المسلمين والقضاء عليهم. الأحداث: أعد الرسول جيشا بلغ عدده 30,000 مقاتل. تحرك جيش المسلمين نحو تبوك التي كانت خاضعة للروم، ولم يجد الرسول أحدا من الروم حيث قذف الله في قلوبهم الرعب فتفرقوا جميعا. والنتائج: عودة الرسول صلى الله عليه وسلم بجيشه سالما إلى المدينة. الدروس المستفادة: بذل النفس والمال في سبيل الله. أهم حاجة في سبيل الله، كله في سبيل الله. بعد كده وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ودي أحزنت المسلمين كتير جدا جدا جدا. في السنة 10 من الهجرة خرج الرسول لأداء فريضة الحج. في السنة 10 من الهجرة خرج الرسول لأداء فريضة الحج، وخطب في الناس موضحا لهم مبادئ الدين الإسلامي. يعني يخطب في الناس عشان يوضح لهم مبادئ الدين الإسلامي. بعد عودة الرسول إلى المدينة وقد أدى فريضة الحج، مرض في العام التالي، اللي هو بعد لما أدى فريضة الحج بعدها بسنة مرض. وفي يوم الاثنين 12 من ربيع الأول سنة 11 هجريا انتقل الرسول إلى جوار ربه بعد أن أدى الأمانة وبلغ الرسالة، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وكده يبقى خلصنا الدرس، وما تنسوش تعملوا لايك والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يصلكم كل جديد. وشكرا مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.